أوقات كتير بنقف قدام أولادنا وبنحس إننا جوانا غضب وصوت عالي، وأول ما بتخرج الطاقة دي بنحس بزعل. بس الحقيقة مش بيكون غضب بس، بيكون إحساس تعب وصلك لكده. كل بتوصل للمرحلة دي. العصبية مش ضعف، هي إنذار، ولازم تفهم إنها بتكون في دايرة ضغط، فغصب عنها بتوصل للمرحلة دي، وبعد كده بتلوم نفسها وبرضه بتكرر نفس السلوك تاني. طب إيه اللي بيخلي الأم توصل لده؟ يعني ليه ممكن تنفعل على ابنها؟ مش المفروض بتحبه وبتخاف عليه؟ أيوة بتحبه فعلا، بس خليني أسألك، هل الأم دي ارتاحت من الضغوط اللي هي فيها؟ خدت وقت لنفسها؟ حد بيسمعها لما بتحتاج تتكلم؟ لو كل العوامل دي اختفت يبقى طبيعي توصل للمرحلة دي. كده يبقى العصبية مش بس من الطفل، ده ممكن تكون نتيجة تراكم ضغوط وتعب، وكمان مش بيكون في دعم. أمهات كتير بيبقوا فاكرين إن الأم لازم تكون هادية وابنها يسمع كلامها دايما، ولما التوقعات دي ما بتتحققش بيحصل إحباط، وده بيظهر في حالة الغضب والعصبية اللي بتكون فيها. الموضوع فعلا طلع ليه أبعاد تانية غير اللي ممكن تكون أمهات كتير عارفاها، وهنا لازم نتناقش فيه بالتفصيل عشان نقدر نوضح لكل مستمعنا إيه اللي ممكن يوصل الأم إنها تنفعل على ابنها وتوصل لمرحلة العصبية. في البداية برحب بكل مستمعينا في بودكاست مراية، وبرحب بلايف كوتش أحمد. أهلا بيك يا كوتش. حلقتنا النهاردة بتناقش إيه اللي ممكن يوصل الأم للمرحلة دي، لمرحلة إنها تنفعل على أولادها. أهلا بيك يا كوتش، برحب بيكي وكل مستمعينا في بودكاست مراية. الحلقة دي مهمة جدا، وفعلا دورنا إننا نناقش موضوعات زي دي. أنا جاهز أبدأ معاك الحلقة لأنها فيها تفاصيل تستحق المناقشة. طب ممكن أبدأ معاك يا كوتش بسؤال مهم جدا؟ إيه الأسباب الحقيقية اللي ممكن توصل لحالة العصبية؟ يا كوتش، خلينا متفقين إن العصبية مش بتطلع من لا شيء، في أسباب كتير ممكن توصل لحالة العصبية. أول حاجة ممكن أبدأ بيها وهي الإرهاق الجسدي والنفسي، بمعنى لو الأم مرهقة وبتبذل مجهود في البيت وممكن تكون بتشتغل، فده إرهاق مضاعف ليها. طبعا بجانب لو في ضغوط خارجية سواء في الشغل أو في البيت ممكن تأثر عليها نفسيا، فالضغوط دي ممكن توصلها لضغط نفسي كبير ينتج عنه حالة الضيق والعصبية اللي بتكون فيها. وممكن ما تكونش مع الأولاد بس، لأ، ممكن كمان تكون من تراكم مشاعر سلبية أو مسؤوليات مع أطراف تانية، سواء داخل البيت أو في الشغل. المهم اللي جواها ده ممكن يخرج على أصغر حاجة، وده من تراكم الضغوط. فعلا يا كوتش، الإرهاق وتراكم الضغوط ممكن يوصل للمرحلة دي. في سبب كمان وهو عدم التقدير، سواء من الزوج أو العيلة. يعني ممكن الأم تكون بتبذل كل جهدها، بتعمل شغل وترتيب ومذاكرة للأولاد، حاجات كتير، بس ما تلاقيش تقدير من شريك حياتها. ممكن فوق كل ده تلاقي نقد أو تعديل عليها يخليها تحس بالضيق والزعل، ولما يتراكم تبدأ تخرج الطاقة دي بشكل عصبي وحاد. ما ننساش كمان التاسكات اليومية اللي بتقوم بيها كل والمسؤوليات اللي عليها سواء للبيت، الزوج، الأولاد، وحتى الشغل. كل ده بيكون سبب كبير للضغوط اللي جواها. في كمان جانب مهم ممكن نسلط الضوء عليه، وهو إن الأم أصلا بتعاني مثلا من أي مشكلة أو اضطرابات من وهي صغيرة مثلا، فدفعتها إنها تتعامل بشكل حاد وعصبي. ممكن تكون علاقتها بشريك حياتها غير مستقرة وفيها خلافات كتير وعدم تفاهم. ده ممكن برضو يودينا لنفس النقطة، وهي الضغوط وتراكم المشاعر السلبية اللي بتتحول على مدار الوقت لعصبية وانفعال حاد. وهنا ممكن نقول إن أحيانا كتير ما بيكونش الطفل هو السبب الحقيقي لانفعال الأم، ولكن هو المحفز لده. بمعنى إن ممكن الطفل ما بيردش على مامته، وهنا بنقول هل هو مش سامع، ولا بيختبر حدودك، ولا محتاج طريقة تانية للتواصل. وممكن هنا يكون سلوك الطفل طبيعي، والأم ممكن تشوفه عند، لأنها مرهقة ومضغوطة ومش قابلة تفاهم ولا نقاش مع الطفل. وممكن كمان لو الأم حست إنها بتطلب كتير من أولادها ومفيش استجابة، أو مش مسموعة، أو مسيطرة على أولادها، ممكن تنفعل.
وتخرج عن شعورها سواء بالعقاب أو الزعيق. وبعد ما بيحصل ده بتحس بالذنب وتأنيب الضمير. بس للأسف الطفل وقتها بيكون اتأثر نفسيا وبيبدأ يحس بالخوف أو ممكن يبعد. وهنا محتاجين نشتغل على إدارة لحظة الانفعال. وهنا مش هنمنع العصبية مرة واحدة، لكن هنطول وقت الرد فعلنا على الموقف حتى لو دقيقة أو لحظة. المهم نقلل الاندفاع. وهنا انت بتقوي العلاقة بينك وبين ابنك، وكمان هتتعاملي بأقل الخسائر. عارفة يا كوتش إن في أمهات اتربت على إن الأم لازم تكون قوية وما تزعقش وما تشتكيش وتفضل صابرة، وأي حاجة غلط بيبقى العيب منها. والنوع ده من التربية بيكون صعب وقاسي جدا، لأنها بتتحول لآلة من غير تعب، تشتغل وتنفذ المطلوب منها من غير أي مراعاة لمشاعرها أو احتياجاتها. ده غير إن ممكن كمان بعض الأمهات بتتعرض لتدخل من الأهل في أسلوب التربية، وممكن يحكموا عليها بالفشل. كل ده بيكون ضغط نفسي وعصبي كبير، ممكن تخرج عن مشاعرها في أي وقت. يا كوتش أنا بحييك على النقطة اللي شرحتها. فعلا الموضوع ده منتشر جدا في مجتمعنا، لكن للأسف ناس كتير مش قادرة تستوعب إن الأجيال بتختلف، وإن زمان ما كانش فيه سوشيال ميديا وتعاملات زي دلوقتي. فالجيل دلوقتي محتاج اللي يوجهه بالراحة ويفهمه، لأن التحديات اللي بيواجهها أولادنا مش سهلة ومحتاجة صبر وتركيز وقدرة تحمل. في نقطة مهمة حابب أضيفها، وهي إن الزوجة أو الأم بتحتاج دعم نفسي، خصوصا من شريك حياتها. حتى لو مش هيحل المشكلة، مجرد المشاركة العاطفية معاها وإظهار دعمه وتقديره ليها هيفرق معاها نفسيا جدا، لأن ده احتياج مهم ليها. ووقتها هتحس إنها مش لوحدها، وكمان هتقدر تتحكم في أي انفعال جواها. وزي ما اتعودنا في بودكاست مراية، إن أي مشكلة وليها أكتر من حل، خطوات بسيطة بس هتفرق معاكي جدا. أول حاجة، حاولي تراقبي نفسك، بمعنى خدي بالك من إشارات جسمك، ضربات قلبك، نفسك، نبرة صوتك. أو ما تحسي إنك بدأت تتعصبي، خدي نفس وحاولي تهدي. حاولي تقولي هنتكلم بعدين، وفهمي أولادك في الطبيعي لما يحصل أي خلاف بينكم. لما تقولي الكلمة دي يبعدوا لحد ما تهدي، لأنك مش حابة تنفعلي عليهم. حاجة كمان، ولما تهدي ممكن تعتذري، وده بيعلمه إن الغلط مش عيب، وإن كلنا ممكن نغلط، بس المهم نعترف بده. اتنفسي بهدوء، ده هيساعدك إنك تهدي أسرع. افهمي نفسك انت فيكي ايه، متوترة، محتاجة تهدي. ومجرد انك تفهمي اللي جواكي ده هيفرق معاكي جدا. حاولي تاخدي وقت لنفسك، 10 دقايق مثلا من غير أولاد ولا موبايل. تحاولي تهدي وترتاحي من ضغط اليوم. وكمان لو اتكلمتي مع شريك حياتك أو حتى صديقة مقربة ليكي، وممكن كمان لايف كوتش، الموضوع ده هيفرق معاكي نفسيا جدا. لو كنت بتسمعينا دلوقتي وانت حاسة انك اتعصبت كتير، او زعلتي على تصرف حصل بينك وبين اولادك، فاحنا عايزين نقولك انت مش لوحدك، وانت مش ام مندفعة ولا شديدة. كل أم بتمر بلحظات ضعف، لكن الفرق بيكون في إنك تراجعي نفسك وتختاري تبدأي من جديد. كل يوم ليكي فرصة جديدة في حياتك. اعملي اللي تقدري عليه، وسامحي نفسك على اي رد فعل ممكن يكون نتيجة ضغوط اثرت عليكي. وركزي على اللحظة اللي في ايدك دلوقتي. مش لازم تكوني مثالية، بس يكفي انك بتحاولي، وده دليل على انك ام قوية. خلي الصوت الداخلي عند ابنك: أنا بحبك، مش أنا متضايقة منك لما تغلط. افتكري دايما انك ام قوية بتحب اولادها، وانك هتقدري تتحكمي وتديري مشاعرك بقوة وذكاء. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. كان معاكم كوتش أحمد وكوتش إيمان، في انتظار أسئلتكم واستفساراتكم دايما من خلال صفحتنا بي هابي على الفيسبوك وإنستجرام، وقناة مراية على اليوتيوب، وطبعا بودكاست مراية على سبوتيفاي. هتكون اللينكات موجودة في التعليقات. بشكركم جدا على المتابعة. انتظرونا في حلقة جديدة من بودكاست مراية.